تعالى اقول لك بقى ازاي تعملي الدقه بتاعه البتنجان المخلل، وكمان هتعملي البتنجان المخلل باسهل طريقه. هعمله لك بطريقه حلوه قوي قوي، وهتاكليه في نفس اليوم كمان. حلوه قوي وطريقه حلوه جدا جدا. اول حاجه هنبدا كده نعمل مع بعض البتنجان. ده بتنجان انا جبته وغسلته كويس قوي وسلقته 3 ارباع تسويه، 3 ارباع تسويه. طبعا لازم نغسله كويس لان الميه بتاعته دي اللي احنا سلقناه فيها هنحتاجها معانا برضو. واحنا بنسلقه بقى طبعا وهو في الميه وهو على النار كده لازم نعصر معاه ليمونه، لازم ليمونه نقطعها 2 ونحطها معاه. هتخلي البتنجانه معايا قلبها ابيض وحلو قوي قوي وما يسودش معايا. بعد كده بقى هنعمل الدقه بتاعته الحلوه قوي قوي ديت. طبعا هنعملها بفلفل كوبي بارد، وهنعملها كمان بفلفل حامي وتوم. هعملها هتبقى حلوه قوي قوي معاكم وهتعجبكم جدا جدا. جربوها وتنفع معاكم البتنجان واي حاجه كمان ممكن نستخدمها معاه. ممكن تستخدميها للكبده بقى، ممكن تستخدميها للبتنجان، للسمك، لاي تتبيله بقى عايزه تعمليها. طماطم المخلل، اي حاجه بقى بتحبي تتبلي بيها التتبيله دي جربيها وان شاء الله تعجبك قوي. انا فرمت الفلفل كويس قوي في الكبه، وفرمت مع الفلفل الحامي والثوم. هنزل عليه بمعلقتين ملح ومعلقتين خل. تمام. كل ده عشان يحفظه كويس قوي، لانه ممكن يقعد معاكي فتره كبيره جدا جدا في التلاجة. ما تحطوش في الفريزر، في التلاجة عندك من تحت كده حطيه. هيقعد معاكي وقت كبير قوي قوي. وممكن يفضل معاكي من السنه للسنه كمان. هقلبه كويس قوي. انا حاطه كده في بول عشان يتقلب كويس والملح يختلط معاه كله. هجيب بقى برطمان اكون غسلاه ومعقماه كويس قوي قوي بالخل. وهعبي فيه بقى الدقه اللي انا عملتها دي، وهحط على الوش شويه ملح صغيرين كده. وهحط كمان زيت. الزيت ده بيحفظه قوي وبيخليه كمان يفضل معاكي كده فتره كبيره من غير ما يعمل اي عفونه او اي حاجه على وش البرطمان. هقفله كويس قوي وهحطه بقى كده في التلاجة احفظه معايا. هبدا بقى بعد كده البتنجان طبعا خلاص هيكون ان شاء الله برد معايا، ابدا بقى اشتغل فيه. طبعا عملت الدقه بتاعته كده الاول، وبعد كده بقى هعمل البتنجان. سهل قوي قوي. الطريقه بتاعت البتنجان سهله جدا. التكه بقى يا جماعه بتاعت البتنجان اللي انا بقول لكم عليها، طبعا البتنجان من الحاجات السهله قوي. التكه بقى اللي انا قلت لكم عليها ان احنا نعصر ليمون في الميه واحنا بنسلقه. ده هيخلي معايا البتنجان قلبه ابيض لحد اخر واحده، ومش هيسود معاكي ابدا ابدا. وما نشيلش الغطا بتاع البتنجان اللي موجود فيه ده. نسيبه زي ما هو. شايفه لون البتنجان ابيض ازاي؟ نفس الخلطه بقى اللي انا عملتها هعصر عليها ليمون واحط عليها شويه خل كمان بس صغيرين. وابدا بقى كده احشي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هجيب برضو برطمان اكون غاسله ومعقماه كويس بالخل. وهعبي بقى البتنجان كله فيه كده. هبدا بقى اعبيه معايا واعصر عليه ليمون. انا بحب احط عليه ليمون كتير لان صراحه بيخلي طعمه حلو قوي، وبيحفظه وبيخلي لونه كمان موف كده وحلو قوي. الميه بقى اللي انا سلقت فيها البتنجان لازم هي الميه دي اللي بتحفظه قوي وبتخليه يعيش معاكي فتره كبيره جدا. هحط في المعلقه دي معلقه دقه من اللي انا عملتها. وهعصر فيها ليمون برضو. مش هحط خل تاني بقى خلاص عشان البتنجان ما يتهرش معايا. هبدا بقى كده اخد ميه واحط بقى على البرطمان لحد ما اغطي البرطمانات كلها الاتنين اللي انا عملتهم. بس خلاص كده. وهحطه بقى في التلاجة معايا. كل بقى ما تكوني حابه بقى تاكلي اي اكله حرشه بقى كده في الفطار، في اي وقت كده بقى حابه تاكليه هينفع معاكي جدا جدا. حاجه حلوه قوي.